ناسجا ملحمة الحضارة من بريق الماء، تاق الإنسان إلى اقتحام البحار. وما خرائط الطين البدائية وخريطة العالم الأولى التي رسمها الشريف الإدريسي، وما كشوفات كريستوف كولومب ورحلات ابن بطوطة وماجلان، سوى تأكيد للدور الحيوي للبحر. ممتدا على 3500 كيلومتر من السواحل، تربع المغرب على برزخ المضيق، واكتحلت عيونه بمياه المتوسط والأطلسي كموقع فرض سيادته على كل القوافل البحرية، وحث البلاد على تزيين جيدها بعقد من الموانئ على البحرين. 26 ميناء، 11 منها متعددة الوظائف والنشاط. هذه الموانئ هي رئة المغرب التي يتنافس بها ما دام 98% من مبادلاته مع العالم الخارجي تتم عن طريقها. ندعوكم إذن للسفر معنا في الزمان والفضاء، لنبحر عبر مرافق بلاد تتعانق في رحابها الأصالة والمعاصرة، الماضي التليد والحاضر المتجدد والمستقبل الواعد. على ضفاف البوغاز نرسو عند أول باب للرحلة. ميناء طنجة عروس بحر ترنو إلى الأفق، وتسطر سيرة ذاتية تعانق التسامح والتفتح مذ عرفها الفينيقيون والرومان. مدينة طنجة أغنت مخيلة رسامين كبارا من عيار الدولاكروا وماتيس، وألهمت الشعراء والمبدعين من أمثال بول بولز وجان جيني ومحمد شكري وغيرهم. عند رأس سبارتيل يلتقي البحران الأبيض المتوسط والأطلسي. منارته هذه التحفة التاريخية الرائعة ما تزال شاهدة على موقع طنجة الاستراتيجي، موقع أسال لعاب القوى العظمى فحاولت إخضاعها، وانتهت إلى إعلان نظام دوري بها في 18 من ديسمبر من عام 23 و1000. وفاء منها لتقاليدها ظلت طنجة بعد الاستقلال أرضا مضيافة تهتدي بأنوارها البواخر العابرة للقارات، ف3 أخماس الملاحة العالمية تمر من هنا. ميناء طنجة يحتل الصدارة عالميا من حيث عبور المسافرين، إذ يستقبل أزيد من 1,000,000 مسافر سنويا، وترسو بالميناء 7,000 باخرة كل سنة، 6,000 منها لنقل المسافرين. ويؤمن النقل العالمي البري، وهو النشاط الثاني للميناء، القسم الأكبر من نقل 2,000,000 طن من البضائع التي تمر كل سنة عبر طنجة. بوكالاته التجارية الدولية ينشط ميناء طنجة اقتصاد الجهة بأسرها، وتمكن منطقته الحرة المغرب من مواجهة تحديات العولمة ومن الاندماج في التجارة العالمية. أما ميناء طنجة للصيد البحري فإنه صورة معبرة عن الثروة السمكية التي تزخر بها الشواطئ المغربية.
هذه الثروة هي التي تمكن المغرب من تصدير 8,000 طن من المنتوجات السمكية كل سنة. وعلى نقيض هرقل الجبار من تزعم الأسطورة أنه فصلها هنا أوروبا عن الأرض الإفريقية، فإن بناء طنجة باعتباره صلة وصل بين ضفتي المتوسط إنما يدعم وشائج العلاقة بين الجنوب والشمال.